Win real money games play off. اربح أموال حقيقية من الألعاب. لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. التطبيق دوت محمله 5 مليون مستخدم، 5 مليون محب للألعاب، تقييماته 4.3. طبعا انت بتخش عايز تلعب، بس اللي فارق معاك اللعب. طيب هو عامل لك تطبيق ليه؟ هو فارق معاه الربح، مش فارق معاه اللعب اللي انت بتلعبه. طيب هنتقابل احنا الاتنين ازاي؟ هنتقابل ان انا اقولك حمل التطبيق بتاعي عشان والعب في التطبيق بتاعي عشان تكسب ارباح وانت بتلعب. يعني هتستخدم مهاراتك في الالعاب، انت راجل فنان، انت راجل عبقري في اللعب، انت ما حصلتش في اللعب، هتلعب معانا وهتكسب فلوس كمان. في احسن من كده؟ لا طبعا ما في احسن من كده. طيب هكسب ازاي يا فندم؟ بالبلاي بال بلاي بال بلاي بال او باي بال. باي بال معلش سوري، باي بال. هحولك فلوسك على باي بال. طيب مش كل الناس عندها باي بال، ومش كل الناس تقدر تعمل باي بال. حضرتك ممكن نعمل لك محافظ إلكترونية وحاجات زي كده. طيب خش بقى وحمل والعب. هخش وأحمل وهلعب. طيب هستفاد أنا منك ازاي؟ هستفاد منك من الإعلانات. طول ما انت بتلعب في إعلانات من وقت للتاني بتظهر لك على التطبيق. في إعلانات بتتخطاها انت بمزاجك، وفي إعلانات لازم تكملها عشان ترجع تكمل لعب وتوصل للمرحلة اللي انت وصلت، أو تكمل المرحلة اللي انت وصلت ليها. طيب نسبة كام في المية بيوصل لهم أرباح؟ نسبة 1% بيوصل لهم أرباح. طيب و99%؟ أول حاجة بيبقى الربح قليل جدا جدا من الإعلانات، مشاهدة الإعلانات. تاني حاجة بيبقى هو أساسا مش عايزك تربح، هو شايفك إنك بتلعب مبسوط مش عارف إيه يطمعك شوية في ربح، وطبعا بيجيب لك حد أدنى للربح، أو حد أدنى إن أنت تحولك الفلوس، وليكن 5 دولار. 5 دولار دول ممكن توصلهم في سنة، هو يبقى كسب قدامهم منك انت 50 دولار عشان انت قعدت تتفرج او تلعب طبعا، وبعد كده تتفرج الاعلانات بتاعته. فطبعا التطبيقات دي كلها بتبقى تطبيقات عايزة تربح منك بس، لكن مش عايزة تكسبك. مش وظيفتها تكسبك، وظيفتها ان هي تربح منك. ازاي اربح منك؟ اطمعك ازاي؟ ان انت هتلعب وهتكسب فلوس. كده كده انا هلعب، وكده كده انا بحب اللعب. كسبت بقى ما كسبتش مش فارق معايا في حاجة. لكن اللي هيفرق معاك فعلا ان انت لو نزلت اللعبة دي هي نفس اللعبة بالظبط على تليفونك، مش هيبقى عليها اعلانات. لكن لما بتنزلها من على تطبيق زي دوت بيبقى كل مرحلة فيها اعلانات، بتبقى مقرفة جدا بالنسبة لك. وكل ده عشان هو طمعك انك هتكسب فلوس. التطبيق لا بيدي فلوس ولا هيدي فلوس، ولا نسبة 1% اللي ممكن يربح من التطبيق، وال99% مش بيربحوا من التطبيق، التطبيق هو اللي بيربح منهم. فلو انت متعرفش اي حاجة عن التطبيقات ديت قبل كده، ولسه مقتنع ان ممكن تلعب وتربح فلوس، فمعلش احب اقولك ان انت غلطان وبتضيع وقتك على الفاضي. لكن لو انت عندك اي معلومة زيادة عن اللي انا قلته في التطبيق، يا ريت تكتبها لنا في الكومنتات عشان الكل يستفيد من خبرتك ومن رأيك في التطبيق. طبعا تقدر بنفسك تقرا كومنتات وتقرا التعليقات السلبية للناس اللي استخدمت التطبيق عشان تتأكد ان التطبيق مش بيدي ارباح. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.